هلا عم ابراهيم، هلا بيك حبيبي. شو الوضع؟ تمام الحمد لله. كيف القدس بعد 7 أكتوبر؟ والله القدس يا محمود إذا بحكي لك إنها بتعيش حرب موازية للحرب اللي في غزة بكون مش مبالغ. أنت بتعرف إن إحنا في محافظة القدس عندنا تقرير أسبوعي عن حجم الانتهاكات بعد 7 أكتوبر، بيصدر كل يوم أحد من رأس الأسبوع. آخر تقرير بيحكي عن 80 شهيد ارتقوا في مدينة القدس، نصفهم أطفال يعني اللي أقل من 17 سنة 16 سنة. عندنا 2000 معتقل بعد 7 أكتوبر، ولسه في منهم 550 معتقل مقدسي في السجون. 20 طالب توجيهي ما قدموا السنة امتحانات نتيجة وجودهم في الاعتقال. بتحكي عن 63 ألف مقتحم للمسجد الأقصى بعد 7 أكتوبر حتى اليوم الأحد الماضي. الاقتحامات ما كانت اقتحامات عادية صباحية ومسائية، اقتحامات كان برأسها وزراء في حكومة نتنياهو، وكانوا يصرحوا بكل وضوح ان احنا سنبني الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة، وبأنه السيادة يجب أن تكون لليهود في هذا المسجد، ناهيك عن عشرات من المشاريع الاستيطانية في محيط المسجد الأقصى أو ما بيسموهم الحوض المقدس. أكثر من 120 حالة حبس منزلي لرموز السيادة الوطنية والدينية في مدينة القدس. أكثر من 120 حالة إبعاد عن المسجد الأقصى بتخص المرابطين وبتخص رموز العمل الوطني، على رأسهم محافظ القدس أخونا شادي مطور أمين سر حركة فتح، الشيخ عكرمة صبري مستهدف، الشيخ محمد سرمدح. كل رموز العمل الوطني والإسلامي في مدينة القدس ملاحقين ومبعدين. بتحكي عن عمليات هدم، أكثر من 400 عملية هدم اتضرر منها 40 ألف مقدسي. بتحكي عن كان 25 ألف إخطار بالهدم في مدينة القدس، اليوم 32 ألف إخطار، يعني زاد 7000 إخطار بعد 7 أكتوبر. مدينة سلوان لحالها فيها 7000 إخطار. الوضع في مدينة القدس يعني لا يرثى له حقيقة. هي احنا حكينا عن المنطقة أو المدينة، ولكن أيضا البلدات والقرى عمليات الهدم مستمرة. يعني بطلت تستثني لا داخل الجدار ولا خارج الجدار. بالضبط. يعني عناتة، حزمة، جبع، الرام، هذه مناطق خارج سيطرة بلدية الاحتلال، ومع ذلك هناك عمليات هدم متسارعة في حزمة، في عناتة، في الرام في شارع استيطاني بدهم يفتحوه بربط مستوطنات شرق القدس بغرب القدس. الآن في نفق شبه جاهز تحت مطار قلنديا، فبدهم يفتحوا شارع جبع اللي بربط بين جبع والرام مع منطقة رامي ليفي والمنطقة الشرقية. هاي بدهم يربطوا شارع استيطاني ضخم، لذلك أبلغوا كل المحلات والعقارات اللي على يمين الشارع واللي على شمال الشارع عمليات هدم سيتم إزالتها قريبا. نعم يعني بلغوهم قبل حوالي 3 شهور 4 شهور. كل هاي العقارات حوالي 180 عقار. جسر جبع سيعاد بناؤه، يعني سيهدم ويعاد بناؤه. وبالتالي هناك شارع استيطاني ضخم سيربط مستوطنات شرق القدس بمستوطنات غرب القدس. أيضا هدف هذا الشارع تسهيل عملية التصدير في منطقة الخان الأحمر الصناعية. هاي المنطقة بدها تصير أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط، وبالتالي الشارع هذا والنفق اللي تحت مطار قلنديا راح يخدم عملية التصدير لهاي المنطقة الصناعية، بيسهل وصول البضائع إلى ميناء جدود وإلى مطار بن غوريون بأقل تكلفة. طبعا كمان بيخدم المستوطنين في تنقلاتهم، ببطلوا يحتكوا بالعرب. إحنا في شارع مخطط إلنا عن طريق سطح مرحبا راح يربط بين رام الله بموازاة منطقة قلنديا وكفر عقب، وبيطلع من عند رامي ليفي، وبعدين اللي بده يكمل على الجنوب بيكمل عن طريق نفق جبع، واللي بده يطلع على الرام بيطلع من كمان نفق ثاني راح يربط مع النفق الموجود حاليا. مين بده يشتغلوا هذا؟ إسرائيليين طبعا. وبلشوا فيه؟ بلشين في النفق اللي تحت مطار قلنديا جاهز. جاهز للافتتاح، بس بضل عليهم الشارع اللي بحكي لك عنه هذا اللي يربطوا فيه من عند رامي ليفي أو من عند دوار جبع لعند مطار قلنديا، المدخل النفق اللي تحت مطار قلنديا هيك بيكون جاهز. وهذا شغالين فيه ولا لسه؟ شغالين فيه النفق تقريبا، يعني بيشطبوا فيه في نهايته. يعني هاي كمية استيطان كبرى بعد 7 أكتوبر. طبعا مستوطنات القدس اللي شرق القدس وشرق رام الله خلال 10 دقائق راح تكون واصلة لمستوطنات غرب القدس، وبالتالي تطبيق خطة القدس الكبرى وإي 1 وكل المخططات اللي بيسعوا لها. وأقول لك كل اللي جاء في صفقة القرن قاعدين بيمرروا فيه شوي شوي للأسف الشديد. زي
اولا اسرائيل اعلنت قبل الحرب بعده اشهر انه في عندهم مشروع اسمه القدس 2050. هاي القدس الكبرى حدودها راح تصل للنبي موسى شرقا، راح تصل لبيت لحم جنوبا، راح تصل للاطرون غربا، ومطار قلنديا شمالا. اعلنوا عن تقريبا 7000 وحده على ارض مطار قلنديا، مستوطنه كبيره راح يتم بنائها، اعلنوا عنها ويعني ورصدوا لها الميزانيه. راح يكون في مطار، أكبر مطار في الشرق الأوسط في منطقة النبي موسى. هناك مشاريع تم وضعها ومخططاتها وبلشوا يبيعوا فيها للمستوطنين في منطقة النبي موسى. راح تكون منطقة سياحية ومنطقة اقتصادية في هاي المنطقة. التجمعات البدوية اللي شرق خط ألون مستهدفة كلها، من الخان الأحمر إلى كل التجمعات هذه، بدهم ينظفوا هاي المنطقة كلها حتى يطبقوا صفقة القرن بإقامة عاصمة موحدة بشطريها الشرقي والغربي بعدد سكان 5 مليون يهودي بنسبة عرب أقل من 10%. لذلك كل الجرائم والانتهاكات اللي بنشوفها في مدينة القدس هي من أجل الضغط على المواطن المقدسي كي يخرج خارج الجدار، سواء الضغط على المناهج التعليمية، سواء عمليات الهدم المتسارعة، عمليات الاستيلاء على الأراضي. احنا في عندنا خطة التسوية اللي بتقوم فيها بلدية الاحتلال تسجيل الأراضي. بدهم من كل مواطن مقدسي يثبت انه هاي الارض له. طيب المواطنين المقدسيين، ما هو 70% من المقدسيين برا القدس، سواء في الضفة او في الاردن او في الشتات. مين بده يثبت انه هاي الملكية له او لسيده او لكذا؟ اي واحد ما بيقدر يثبت هاي الملكية بتروح املاك حارس غائبين، وبالتالي استيلاء على آلاف من الدنومات، إما بحجج مغتربين أو غير موجودين أصحاب الأراضي هاي، أو بحجج إنه بدهم يقيموا عليها مشاريع تنموية أو استثمارية أو تابعة لمصالح عامة. في حوالي 700 دنم صادروها من حزمة بدهم يقيموا عليها محمية طبيعية، حوالي 700 دنم من شعفاط وبيت حنينة بدهم يقيموا عليها حديقة توراتية، العيسوية كمان 600 دنم بدهم يقيموا عليها حديقة وطنية. وبالتالي قاعدين بقدموا في أراضينا بشكل متسارع وبشكل كبير. وبالمقابل منطقة زي كفر عقب وزي عناتة وزي الرام اللي هي خارج حدود بلدية الاحتلال، وفي مناطق عندنا في عناتة وفي كفر عقب تابعة لبلدية الاحتلال، لكن ما بتشوف فيها عمليات هدم، ما بتشوف فيها لا مخططات هندسية ولا تراخيص. بيبنوا أبراج حتى يشجعوا الشباب المقدسيين للخروج من مدينة القدس والسكن خارج الجدار. وطبعا أسعار يعني فلكية لا تقارن. يعني الشقة في القدس بنص مليون و700 ألف دولار، بتطلع كفر عقب ب90 ألف دولار و100 ألف دولار. تسهيل حتى الشباب يهجروا من مدينة القدس ويطلعوا برا الجدار. بس تسهيل بدون خدمات، تسهيل بدون خدمات، واكتظاظ سكاني ومشاكل اجتماعية. بالضبط. وانت شايف كيف الوضع في كفر عقب. وهذا اللي بخلي للنقطة اللي بس قبل ما نروح للمشاكل الاجتماعية، في جريمة عملها بتصير لموضوع التجمعات البدوية، وانت كان لك يعني لك خبرة في موضوع كيف الدفاع عن التجمعات هاي. اعتقد انه اللي صار فيهم ما صارش. يعني حتى الآن موضوع الخان الأحمر مش مستجرين يطبوا فيه، لأنه في كان قرار من محكمة الجنايات الدولية. رئيسة المحكمة السابقة أطلعت قرار إذا تم هدم الخان الأحمر ستعتبر جريمة حرب. صمود السكان بصراحة اللي في الخان الأحمر مخليهم حتى الآن ما يقربوا على الخان الأحمر، لكن التجمعات الثانية الصغيرة يعني تقريبا انتهت. ما في تجمعات، سواء من عند تياسير والأغوار الشمالية لعند ما تصل مسافر يطا. كل التجمعات الصغيرة هاي البدوية تركت، لأنه صار في عليهم ضغوطات، صار في عليهم تضييقات، فيش خدمات مقدمة إلهم، فيش يعني تعزيز صمود في هاي الأماكن. فبالتالي معظم هاي التجمعات تركت. يعني في كم تجمع بس شرق مدينة القدس ما زالوا متمسكين بأرضهم، بس بعرفش لأيمتى راح يضلوا صامدين. في ظل هذه الهجمة اللي عمالها بتصير ضد الشعب الفلسطيني، للأسف الشديد إنه بخط موازي بصير في مشاكل مجتمعية وكبرى. أعتقد أنتم في المحافظة قمتم بحملة، شو اللي بصير؟ هاي الحملة أخي محمود أجت يعني بعد ما استشعرنا إحنا في محافظة القدس إنه هذا الكم الكبير من نضالات أبناء مدينة القدس
وهذا الصمود الأسطوري أنا بعتبره للمقدسيين رغم كل الانتهاكات ورغم كل الجرائم اللي ترتكب ضد المقدسيين. نسبة العرب كانت قبل 5 سنين تقريبا 39%، اليوم تحكي عن 44%. لذلك يعني رغم كل هاي الانتهاكات ورغم كل هاي الجرائم ما زال المواطن المقدسي يتمسك بأرضه، أنا بعرف ناس من 6 شهور ساكنين في كرفان أو في خيمة فوق ركام منازلهم في سلوان وفي المكبر وفي معظم أحياء مدينة القدس. بقول لك أنا ما بطلع، وعلما انه في بعض مؤسسات اجنبيه يعني حاولت تدعمهم ماديا مشان يطلعوا يستاجروا شقق برا القدس ورفضوا. بقول لك انا ما بطلع من بيتي ولا بطلع من ارضي حتى لو فوق الركام وحتى لو في ظل هاي الاجواء. فبالتالي كل هذا الجبل من النضالات ومن التضحيات في بعض المظاهر السلبيه للاسف الشديد واللي بيعززها الاحتلال، يعني عشان احنا ما نبرر الاحتلال. يعني عدم وجود سيطره امنيه في محافظه القدس وخاصه في الضواحي، وجود السلاح بكثره بين ايدين الناس وبعلم الاحتلال، وعدم السماح للأجهزة الأمنية بضبط هاي الظاهرة طبعا أدت إلى كوارث. يعني في عندنا 59 قتيل من عام 2019 حتى اليوم نتيجة المشاكل العائلية. في عندنا 59 قتيل في إحدى المخيمات أو في إحدى الأماكن في مدينة القدس. في عندنا 17 قتيل في سنة واحدة. 17 قتيل في سنة واحدة. 60 عقار تم إحراقهم وتدميرهم بشكل كامل. يعني لم يعد هاي الإحصائية للعقارات التي لم يعد يعني بالإمكان استخدامها مرة أخرى، يعني إما بتنهدم وبنبنى غيرها أو هجرها أصحابها نتيجة المشاكل العائلية. 35 إصابة وصلت المستشفيات، مش يعني اتعالجوا روح، ونامت في المستشفيات أشهر، وفي منهم حتى الآن من سنين ما زالوا بتعالجوا نتيجة هاي المشاكل العائلية. لذلك احنا استشعرنا وبتعليمات من عطوفة المحافظ وتوجيهات يعني مباشرة منه إنه نلجأ لهاي الحملة لمدة شهر بعنوان رحماء بينهم. هاي الحملة توعوية تثقيفية، عنوانها القدس تجمعنا، عنوانها التسامح، التآخي، التصالح. مش أي مشكلة يعني لازم تؤدي لجريمة قتل، مش أي مشكلة بتصير بيني وبين جاري لازم أرفع عليه سلاح ويرفع عليه سلاح. بدنا نأخذ هلا في اجتماعات على مستوى العائلات ودواوين العائلات والعشائر في مدينة القدس وعلى مستوى البلدات والبلديات، بياخذوا في زي ميثاق شرف إنه عدم استخدام السلاح، عدم إطلاق النار في الأعراس. أي مشكلة بسيطة يلجأوا فيها لمجالس سلم أهلي. قاعدين بنشكل في مجالس سلم أهلي على مستوى البلدات، ورح يكون في مجلس سلم أهلي كمان على مستوى المحافظة. بدنا نحاول نضبط هذا الوضع، لأنه بصراحة لا إحنا قادرين كأجهزة أمنية فلسطينية نتدخل ونضبط الوضع، ولا الإسرائيليين معنيين في وقف هذا النزيف في مدينة القدس. في تفاعل معكم؟ تفاعل كبير جدا. أولا يعني أنا بدي أشكرك أنت بشكل شخصي أنك اهتميت في هذا الموضوع واستضفتني في هذا اللقاء. وسائل الإعلام المحلية والخاصة والرسمية كلها تلقفت الحملة بصورة رائعة، وهناك يعني برامج تبث في إذاعاتنا. أنا من لما أطلقنا الحملة لليوم عندي تقريبا 56 لقاء تلفزيوني أو إذاعي حكيت فيها عن الحملة. المنشورات اللي بنقوم فيها إحنا في وحدة العلاقات العامة والإعلام يتم نشرها على وسائل الإعلام وصفحاتهم الإلكترونية ومنصاتهم الإلكترونية. التربية والتعليم أفردت حصة النشاط للحديث عن الحملة وعن التسامح والتصالح وأهداف الحملة. الإذاعة المدرسية، وزارة الأوقاف عممت على شيوخ المساجد وأئمة المساجد بضرورة الحديث عن السلم الأهلي وتعزيز السلم الأهلي. الشيء الرائع أخي محمود إنه حتى شيوخ العشائر ورجال الإصلاح وأبناء العائلات تسابقوا أيضا للاجتماعات وإلى تعزيز هاي الحملة وتعزيز هاي المبادرة، بأنه يا عمي فعلا خلاص بكفي. إحنا يعني وصلنا لمرحلة صار الواحد يطخ جاره على صفة سيارة أو على ابن يتقاتل مع ابنك في الشارع. فوصلت الخطورة واستشعار الخطر عند كل فئات الشعب. عشان هيك إحنا يعني بصراحة الحملة اليوم أنا جيت على اللقاء بعد ما كان في عندي اجتماع لكل مجالس المحلية والبلديات في محافظة القدس. 29 رئيس بلدية كانوا موجودين وقالوا إحنا معك، وبدنا ندعي كل رئيس بلدية بده يدعو وجهاء المنطقة اللي هو فيها وياخذوا ميثاق شرف يشكلوا مجلس سلم أهلي على قد البلد، وبعدين يطلع عن كل بلد مندوب واحد بده يكون مرجعيته محافظة القدس. وطبعا احنا بصدد انه نعمل لقاء جماهيري في اخر الحملة، يعني في الثلث الاخير من الحملة، لقاء جماهيري لكل شرائح مدينة القدس
ناخذ منهم توصيات نرفعها للقيادة السياسية. الجميل كمان في الموضوع انه في يعني تفاعل وفي يعني مدح للمبادرة من قبل فخامة الأخ الرئيس، من قبل رئيس الوزراء، من قبل سعادة الحاج إسماعيل اللي هو مستشار فخامة الرئيس لشؤون المحافظات، قادة الأجهزة الأمنية كلهم أثنوا على المبادرة، تواصلوا مع عطوفة المحافظ قالوا له إحنا معك ولازم نعمم هاي المبادرة على كل المحافظات. وبالتالي الاستجابة سريعة والاستجابة ممتازة والاستجابة مرضية. نأمل أنه في نهاية هاي الحملة نلمس واقع ملموس بعد نهاية هاي الحملة على المشاكل اللي راح تصير، على المشاكل العالقة. في عنا مشاكل عالقة بالعشرات، هاي المشاكل مش لازم تستمر أكثر من هيك. وأنا بدي أحكي يعني شيء بدي يعني يتحملوني إخوتي المسؤولين، يعني بصراحة في بعض الأخطاء أو المشاكل اللي بتصير نتيجة إنه إحنا كمؤسسات رسمية في عنا تقصير في بعض الأمور. يعني مثلا تسوية الأراضي. طب إحنا معظم مشاكلنا اللي بتصير العائلية على الأراضي وعلى الحدود، وهذا حدي وهذا حدك، وبتلاقيهم متكاتلين على 3 متر ولا 4 متر، ولا في مشكلة صارت على 30 سنتي. التسوية هذه لو تمت بشكل سريع وخلص كل واحد عرف وين أرضه وعرف شو إله، بصيرش مشاكل. هاي النقطة الثانية المحاكم. لما أنا أكون مختلف أنا وياك على قضية شك ولا على قضية طلاق ولا على أي قضية ثانية، وتقعد القضية في المحكمة 4-5 سنين، طب ما هذول 4-5 سنين ما هي بتولد كمان حقد وبتولد ضغينة وخلص يعني. بينما لو في تسارع في عملية القضاء وإنه كل واحد يعرف حقه، خلص تنتهي القضية، بضلش شغالة. رجال الإصلاح اللي بيدخلوا في مشاكل خربوها، مش مخربوها، في منهم ناس بتستفيد ماديا، فبالتالي هو معني إنها هاي المشاكل تظل عشان هو يظل يستفيد، وهذول لازم نحط لهم حد إحنا. ومن أحدى أهداف الحملة تاعتنا إنه فعلا نحط حد لبعض اللي بيسموا حالهم رجال إصلاح وهم مش رجال إصلاح، هم مستفيدين، هم تجار دم أنا بعتبرهم. هاي الحملة أحد أهدافها إنه يكون في عناوين ثابتة في مدينة القدس، فلان الفلاني رجل إصلاح ممكن تتوجهوا له، فلان الفلاني في عناته ممكن تتوجهوا له، فلان الفلاني في سلوان رجل إصلاح ومدعوم ومظلته محافظة القدس ممكن توجهوا له. هاي العناوين لازم الناس تعرفها، الناس الثقات، الناس اللي بتمشي في الصلح من أجل وجه الله بس، بدون أي يعني مصلحة ذاتية وبدون مصاري. من أمتى إحنا محمود كانوا شيوخنا بتدخلوا بين الناس وبصلحوا بمصاري؟ ما إحنا طول عمرنا بنعرف إنه وجوه العشائر ورجال الإصلاح بدخلوا بدفعوا من جيابهم. فبالتالي هاي الظاهرة لازم تنتهي. يعني متفائل أنت؟ أنا متفائل يعني، لأنه بصراحة عودونا أهلنا في مدينة القدس دائما أنهم يكونوا يعني رأس حربة في كل معاركنا مع الاحتلال. وأنا بقول أنه الفلتان الأمني اللي في محافظة القدس هو أحد معاركنا مع الاحتلال. شو مطلوب من الجميع؟ مطلوب من الجميع كما قلت لك، يعني القضايا العالقة لدى المؤسسات الحكومية إنها تنتهي، سواء في القضاء، سواء في تسوية الأراضي، سواء في المشاكل اللي بتصير بين الناس. وإحنا قادرين كأجهزة أمنية وكمؤسسات حكومية إن إحنا ننهيها. ما نأجل. أي تأجيل في أي مشكلة أخي محمود بزيد الوضع تأجج، مش بحل. يعني في بعض القضايا بقول لك روحوا اصلحوا بعدين تعالوا لي، لا، بدام وصلت القضية عندك أنت كقاضي أو أنت عندك كقائد شرطة أو عندك أنت كمسؤول حكومي، انهيها من عندك. ليش تأجل؟ ليش تخلي الموضوع روحوا اصطلحوا تعالوا لي؟ هاي النقطة غلط. ثانيا بدها كتف معنا من المؤسسات الإعلامية، بدها كتف معنا من مؤسسات التربية والتعليم، من الأوقاف، من المؤسسات المحلية. أقول لك قطاع النساء في عليه دور مهم جدا. وأنا بكرة في عندي لقاء مع كل نساء القدس في بلدية الرام، كل الجمعيات النسائية، كل الشخصيات النسائية المقدسية، كل اتحادات، اتحاد المرأة، الجمعيات النسائية، كلهم بكرة في عنا لقاء برضو لنحكي في هذا الموضوع. الأم في البيت هي المدرسة. الولد لحد عمر 15-16 مسؤول من أمه. إذا أمه عودته إنه يا ماما إذا صار عندك مشكلة بينك وبين زميلك ما تضربه، روح للمدير اشكي عليه، أو تعال اشكي لي، أنا بحل الموضوع مع أبوه. من هون إحنا بنبلش في كيف أنا أتعامل مع صاحبي، كيف أتعامل مع زميلي. مش إذا ضربك صاحبك أضربه، أو خذ ابن عمك خليه يستد. ما هي هاي الثقافة هي اللي بتعلمنا. بعدين في شغلة إحنا مقصرين فيها كإعلاميين صراحة، ما فيش برامج تستهدف الأطفال اللي في عمر 10 سنين و11 سنة. بضل قاعد على التيك توك
وعلى الريلز اللي بيشوفها، على المسلسلات التركية والإسبانية اللي كلها جرائم وكلها قتل وكلها عنف حتى الالعاب ما هي العاب والألعاب فيها دموية. كمان. طب إحنا وين دورنا؟ يعني إحنا كإعلاميين وكوسائل توعوية وتثقيفية وتعبئة، وين دورنا إحنا؟ نعمل مادة يستفيد منها الأطفال ويعرفوا إنه مش كل شيء بنحل بالضرب وبالمشاكل. يعني بدها وقفة من كل الشرائح، من كل المؤسسات، من كل أبناء المجتمع. مش بس أنا بحكي عن محافظة القدس، بحكي عن مجتمعنا الفلسطيني. بس إحنا إلنا خصوصية محمود في القدس. يعني مثلا محافظ بيت لحم، محافظ أريحة، محافظ نابلس بقدر يأخذ قراره، في عنده قوة تنفيذية تنفذها في نفس اللحظة. انتم ما في عندكم. إحنا ما في عندنا. إحنا الشرطة الفلسطينية عشان تطلع على أي منطقة، وهذا إشي مش سر، يعني بدها تنسيق مع الاحتلال. للمشكلة الأخيرة اللي صارت في العزرية، صارت الساعة 5 المغرب، أعطونا تنسيق الساعة 2 في الليل، بعد ما انتهت كل القصة. وحتى في ظل وجود القوة الأمنية كان يصير في نشاط للاحتلال. وبالتالي عم أبو إبراهيم، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله جهودكم مبارك. يا رب. شكرا لك محمود، شكرا على هالاستضافة، وإن شاء الله ربنا يجيب الخير لأهلنا، والقدس دائما تجمعنا.